أستاذ عيسى ترى هذه رواية حقيقية. نعم. شئنا ما بينا، هذه رواية حقيقية. ليش تم طرحها الحين، تم طرحها بكرة، تم طرحها قبل، بس رواية حقيقية. يعني ساق البامبو مش رواية حقيقية؟ نعم. ما أنتج مسلسل عن طريق نعم. 30 العمل حلقة الكويتي. نعم. أيوة في MBC. نعم. طيب إذا ساق البامبو رواية، وروايات أخرى يعني كثيرة أيضا عمل منها سينما. نعم. وعمل منها مسلسلات. لا أرطغرل نفسه. نعم. تاريخ عمل منها مسلسل. نعم. البعض يحب ربما حتى الرواية وما يحب الفيلم، البعض لا يحب بالضبط الفيلم. بالضبط. وليس بالشرط نعم. ان الرواية بالضبط تكون مثل الفيلم او مثل المسلسل. لا، هنا لي والى وين دور السيناريست، وين دور المخرج، وين دور الممثل، وين دور الدراما نفسها يعني. البعض تحدث، ما أعرف، هناك كانوا أيضا أشخاص آخرين عرب موجودين. مجرد ما نزلت الهنود الاثنين كان حد في الخيمة في أردنيين لا في كان معاي ممثل سوداني دور ابن أختي. نعم. وأيضا كانوا في ممثلين جزائريين في الفيلم. كان فنان الأردني عاكف نجم في الفيلم. نعم. كان فهد الهوادي في الفيلم. كانوا كثير من الشخصيات، يعني روبن داس اللي عمل دور العجوز في نفس الفيلم كان مع نفس البطل، لما كان يقول له لا تتحرش فيه وكذا. دور صاحب التنكر. في شخصيات كثيرة موجودة، لكن البطولة كانت للبطل وللكفيل. نعم. هم الاثنين الندين اللي كانوا. كل فيلم أستاذ عيسى في بطل وفي الشخص الغير سوي، العكس. السؤال سواء كان مجرم نعم. ولا غيره يعني. السؤال البديهي اللي يطرح نفسه أستاذي في هذا السياق، إنه طالما هذه القضية تتحدث عن مشكلة على مستوى منطقة الخليج